عندي هنا الانجل. معنى ايه؟ مثلا انا عايز الانجل، فطبعا انا بشيلها وبعمل كروس مالتيبليكيشن عادي. اللي في وش اللي انا مش عايزه بيبقى نازل تحت كده. وخلي بالك دي مش اللي هي ب 180، لا، دي مش اللي هي ب 180، لا، دي اللي هي اللي بتتحط في الآلة. طب ازاي؟ استنى واحدة اقولها لكم برضو بالمرة. اللي هي بص حضراتكم دي كده، اللي هي اهي، اهي اللي هي تحت دي طبعا هي مش هتبان قوي اهي. بسم الله اهي. هي عامة على الزرار اللي هو 10 تايمز 10 ده، طبعا بتدوس شيفت والتايمز 10 هتلاقيها ظهرت معاك. دي بالنسبة اللي في الآلة. طب انا عايز السترات بخبيها ونفس النظام بالظبط، فالقانون سهل اصلا، مش محتاج اي حاجة. طيب كنا بعد كده بقى عندنا شكل كده اللي يقول لك ايه، ساين ايه ايكوال كوزاين بي، وهات لي السوليوشن سيت. فانا في الحاله دي كنا حافظين حاجه كده اساسيه، كنا بنقول الاي بلس البي ايكوال 90. ده في حاله الايه، الساين والكوزاين ايكوال 90، والاي ماينس البي بيساوي برضو 90 ديجري طبعا. فده كده بتبقى حاجه محفوظه بالنسبه لنا، ده بالنسبه للسوليوشن سيت. طيب يبقى استنى بس نكتب كده سوليوشن سيت. ده كده حضرتك بالنسبه للسوليوشن سيت. طب قال لك هات الجنرال سوليوشن. احنا بص بقى هناخد كده جزء وجزء. ادي كده بالنسبه للسوليوشن سيت. طب قال لك هات جنرال سوليوشن، لا اقول له بقى استنى واحده بقى. يبقى انا لو جبت الجنرال سوليوشن من الحته دي، يعني من نفس الساين والكوزاين، القانون هيختلف. ساين ايه ايكوال كوزاين بي. تمام كده حضرتك. بس ما قاليش بقى هات السوليوشن سيت، لا قال لي هات الجنرال سوليوشن. طيب هي بكل بساطه كده قانونها، انت كنا بنقول هنا ايه 90. طيب احنا بدل كده هنعمل اوفر 2 اهي. ادي اول حته سهله كده، يبقى دي كده كده اصلا بتساوي 90. يبقى الحته دي مش محتاجه حفظ مني قوي. يبقى انا لو جنرال سوليوشن يبقى انا اولها تبقى كده اللي هي 90 برضو. ما هي دي 90، دي 108 ديفايدد 2 ب 90. وهتعمل بلس 2 ان باي، بلس 2 ان باي. اوكي. طيب طب لو ماينس دي كده بالنسبه ل a بلس b ايكوال برضو ال a ماينس ال b بيساوي نفس القانون بالظبط، يعني مختلفش حاجة اهي. تمام كده حضرتك، تمام. يبقى دي كده بالنسبة للساين والكوساين. نيجي بقى للتان والكوتان. بالنسبة بقى ايه للتان وتان ايه مثلا ايكوال كوتان بي بقى. للتان والكوتان قال لك التان والكوتان بقى، يعني بالنسبة لو هجيب لك سوليوشن سيت، بالنسبة لو هجيب لك سوليوشن سيت فهيطلع ال A، خلينا بقى كده A بلس ال B بيساوي 90. مفيش ماينس بقى هنا، يعني احنا هو ده كده اللي محطوط. A بلس B بيساوي 90. طيب ودي كده كانت بالنسبة للتان والكوتان بس في السوليوشن سيت. نيجي بقى للجنرال سوليوشن. الجنرال سوليوشن دي بنعمل ايه بقى في الجزئية دي؟ قالك انت بتعمل A بلس B عادي، A بلس B بيساوي باي 2 اوفر 2 بلس ان باي. خلي بالك بقى كده، احنا كنا في السوليوشن سيت بتاع هنا ما كناش بنحط ال2 دي، كناش بنحطها، لا كناش بنحطها. طيب نيجي بقى للجزئية اللي بعدها. للجزئية اللي بعدها. كنا قايلين ان احنا عندنا حاجة اسمها الاوردر بير، اللي هو مثلا كده اكس وواي. ده الاوردر بير بالنسبة لنا. الاوردر بير كان بيبتدي بالكوزاين وبينتهي بالساين. في معلومة بس قبل ما سوري دي، انا عندي هنا كده الساين نكتبهم بقى كده، بتروح سيك وكوزاين كوسيك وعندي تان كوتان. دي كده بالنسبة للتحويلات بتاعتنا اللي في المنهج، طبعا الساين والكوزاين والتان والتحويلات بتاعته. طيب هنا بقى ايه الاوردر بير. نرجع للاوردر بير. قالك الاوردر بير ده خلي بالك برضو في ملحوظة هنا ان التان بتساوي ساين على كوزاين، عشان برضو ما نكونش ناسينها يعني معاكم. اوكي. نيجي كده بقى ايه للاوردر بير.
احنا كده خلصنا الاوردر ريبير وخلصنا التحويلات. نيجي بس لاخر حته، واللي هي قانون السيركم السيركم السيركل يونت. قانون السيركل يونت اللي هو الاكس باور 2 بلس الواي باور 2 ايكوال 1. خلي بالك لازم نحتفظ بالقانون ده. ليه؟ لان في مسائل ممكن تجيب لك عادي الشروط بتتحقق من نسبه، مثلا لو جاب لك مثلا التان بهاف، فكده بالنسبه لي اللي فوق بيبقى ساين واللي تحت كوزاين، تمام. ولكن لو جينا عملناهم ستيركن يونت مش هيطلعوا بالوان، فاذا كده القانون كله فيه مشكله، يبقى انا كده مش هينفع اشتغل بالقانون ده. اوكي. نيجي بقى ايه للريليتد انجل. نيجي للريليتد انجل. طيب الريليتد انجل بسيطه وسهله ان شاء الله. استنوا لها فيديو لوحدها ان شاء الله هنشرح فيها الريليتد انجل، هتبقى بطريقه سهله وممتعه جدا. طيب طيب نكمل كده ونخش على الاستيك رول. الاستيك رول بسيطه وسهله، ويعني ما فيهاش اي حاجه. دي اول ودي ساين حتى، يعني هو مش ملخبطه خالص في اللي هي الحاجات. مثلا ما قالكش الاب زاين ولا لا، هو قال لك الاب اول والاس بساين والتي بتان ودي بكوزاين. سهله جدا وبسيطه جدا ومفيهاش اي حاجه يعني، عاديه في الحته دي. بالنسبه بقى ايه ال1 بنسيبها زي ما هي زي ما هي. طيب وال2 قال لك بنعمل 180 ماينس، وال3 180 بلس، والفور بنعمل 360 ماينس. طيب دي الاستيك رول سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه. نيجي بقى لاخر حاجه عندنا في المنهج وهي الرسومات. طبعا زي اللي حضرتك شايفينها كده، الرسومات دي لو الرسمه بادئه عندك، بص بقى حضرتك كده، لو بادئه من الاوريجن بوينت، لو بادئه من الاوريجن او مش الاوريجن بوينت، الستارتنج بوينت، لو بادئه من البوينت دي اللي هي بدأ منها الاوريجن، الاوريجن السايد ده، فحضرتك كده انت بتتكلم في الساين. يعني كده احنا بنتكلم بقى في الاف اكس بيساوي ساين اكس. طيب لو جينا بعد كده اللي هو ما بيبدأش بقى، يعني بص كده في فرق ما بينهم، ما بيبدأش كده، فده احنا كده بنتكلم على الاف اكس بيساوي كوزاين اكس. احنا كده بنتكلم في الرسمات دي. طيب بالنسبة بيجي يطلب منك هنا ايه بقى؟ بيجي يطلب منك في الحتة دي رينج ومينيمم وماكسيمم والبيريود فانكشن. يعني هو بيجي يطلب منك الاربع حاجات دول. طيب بالنسبة للرينج الرينج بوزيتيف ونيجاتيف. خلي بالك الرينج، انا دلوقتي بتكلم على الرينج بوزيتيف ونيجاتيف الرقم اللي هنا. تاني، الرينج بوزيتيف ونيجاتيف الرقم اللي هنا. اوكي. طيب المينيمم هتمسك الرينج، اصغر واحد فيه مثلا نيجاتيف 5 على حسب الرقم المكتوب هنا، اصغر رقم فيه نيجاتيف 5، ده كده المينيمم. طب الماكسيمم الفايف، كده لازم ايه بيبقى قد بقى، يعني هما بيبقوا نفس الرقم بس نيجاتيف وبوز. دي الماكسيمم. البيريود فانكشن بقى انت بتعمل 2 بس كده، بتعمل 2 باي اوفر ايه بقى اللي بيتكتب هنا بقى؟ قال لك ده اللي بيتكتب هنا اللي هو الرقم اللي هو هنا. بص كده احنا هنا، ده كده اللي بيتكتب تحت. معلش برضه عشان توضح اكتر اهي. انا عندي كده بيبقى مثلا مديك اف اكس بيساوي ساين اكس. احنا قلنا هنا الرينج وقلنا المينيموم وقلنا الماكسيمم وقلنا الرينج كده. نيجي بقى هنا البيريود فانكشن. البيريود فانكشن الرقم اللي بيبقى هنا هو اللي بيتكتب تحت هنا، اللي بيتكتب هنا في الحته دي كده. طبعا بنقول الناتج في الاخر. وبرده معلومه اخيره، احنا دي كده الدايره الكامله، دي بيبقى حسابه الدايره الكامله السيركل كلها بنبقى مخلصينها يعني. طيب نفس الكلام بالظبط هنا في اللي هي الكوزاين، ولكن طبعا هنا ما بيعديش على الاوريجن بوينت. هنا ما بيعديش على الاوريجن بوينت. ومعلومه برضو مهمه عشان نبقى خلصنا كده كل حاجه. حضرتك انت عندك هنا الحته دي والاوريجن بوينت هنا بيبقى فوق، ادام فوق يبقى بوزيتيف. طب ده نرحلناه لتحت، ادام رحلناه لتحت يبقى نيجاتيف. يبقى فوق بوزيتيف تحت نيجاتيف. ولو الشرح عجبكم ما تنسوش اللايك والسبسكرايب في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.